صباح الورد وصباح الياسمين حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل اكله انا بموت فيها وبعشقها. من احلى واجمل الاكلات السهله والبسيطه والسريعه، وما بتاخدش وقت خالص الاكله دي. لايك بقى وشير للفيديو، وتعالوا نعمل مع بعض الاستريبس ونعمل شويه رز حلوين جدا مش هياخدوا مننا وقت خالص. انا هنا جبت حله حطيت فيها شويه سكر يتكرملوا. انزل كمان هنا بمعلقه زبده او سمنه، يعني زبده او سمنه. يعني هنا حطيت معلقه زبده وهقلبها كده مع السكر، خليها تاخد تشويحه كده. هكون بقى هنا مجهزه عندي الميه، نزلت بقى بالميه وهنزل كمان بشويه زيت عشان الرز طبعا. وهحط بقى هنا كركم، واحط توم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وبهارات، واحط مرقه ماجي ومعلقه صويا صوص. وبعدين هنزل بعد كده بقى بالرز بتاعي على حسب ما انا عايزه. بقى رز اعمل كيلو هعمل نص كيلو كده. انا خلصت الرز هغطيه بقى واسيبه لغايه ما يتشرب، وبعدين هبتدي ان انا اوطي عليه وخلاص كده انا خلصت. هنا بقى عندي الستريبس. انا معلش الفيديو كان متصور كده بايدي، فحاجات كتير يعني وقعت مني في التصوير. اقول لكم على تتبيله البانيه. انا جبت شويه ميه وحطيت عليهم معلقتين دقيق، يعني نص كوبايه ميه كده، وحطيت عليهم شويه دقيق، او ممكن كمان لبن، ممكن لبن او ميه. انا هنا عملت بنص كوبايه، يعني على قد النص كيلو البانيه اللي انا عاملاه. وحطيت بقى فيها الفراخ، ونزلت بقى بالثوم البودر والبصل البودر، ونزلت ببهارات الفراخ بالتوابل العاديه اللي بنحطها لاي بانيه. يعني اي بانيه بتتبليه بتحطي نفس التتبيله، بس الفرق بنحط هنا نص كوبايه لبن او نص كوبايه ميه عليها معلقتين دقيق، وبنعمل خليط سائل كده بنحط فيه الفراخ. بعد كده بقى بطلع بنزل في الدقيق عليه معلقه نشا، وببتدي ان انا ايه، احطه في الدقيق كده وبنفضه بايدي كده، واطلع من الدقيق احمر على طول زي ما احنا شفنا في الفيديو. واعذروني بقى انا بصور بايدي، ماسكه التليفون بايدي، عشان كده ايه، يعني في حاجات كتير كده ما عرفتش اصورها زي التتبيله والحاجات دي. بس ان شاء الله هنعمله يوم تاني بقى وهيتصور حلو باذن الله. هنا بقى خلاص حبسته بعد ما حطيت الفراخ في قلب التتبيله دي، وطلعتها منها على الدقيق اللي عليه معلقه النشا، ونفضته كده بايدي ودخلته على التسويه على طول. ما نعملش كده ونركن الفراخ، لا، لازم بعد ما نعملها في الدقيق وننفضها، ننفضه يعني كده، ننزل بيه في الزيت على طول، علشان الخرفشه اللي بتبقى في الكريسب دي ما تروحش مننا. هنا بقى بصوا بطلعها على حاجه كده تتصفى. وكده خلصتي، ما خدتش منك حاجه خالص. الفراخ جميله وتحفه، وعايزه اقول لكم من احلى الاكلات اللي الواحد بيحبها كده. الاكلات دي طبعا بنشتريها من مطاعم غاليه، يعني شوفوا بقى لو عملناها في البيت بنص كيلو كميه حلوه، ووفر وتوفير، وفي نفس الوقت انضف من بره بكتير، وما بتاخدش اي مجهود خالص. في نص ساعه بتكوني خلصت الرز وخلصت الفراخ وكل حاجه. انا هنا بقى يعني ابتديت ان انا ايه، اخلص كل ما بعمل كده في اطلع من الفراخ واحط في الدقيق وانفضه كده، بروح نازله في الزيت على طول، اعمل كده واحط في الزيت على طول. ما بياخدش بالظبط تقليبه وبيكون استوى. انا هنا ما حطيتش زيت كتير، كان خلاص كمان الزيت عندي، فبطلع حبه حبه كده. المفروض ان الزيت بيبقى غزير، يعني تحط زيت غزير عشان يقرمش معاكي وعشان يطلع معاكي مستوي حلو. هنا بقى بصوا الرز خلص، بصوا بس في منتهى الجمال، ريحته حلوه جدا وكمان مفلفل وجميل. هنا بقى ممكن لو عندك بقى صوصات كاتشب على مايونيز على صوص جبنه او اي حاجه، بتحطيهم كلهم فوق بعض وتقلبيهم، وتنزلي بيهم بقى حبه معلقه على الرز. يعني تحطي شويه على الرز وشويه تعمليها صوص كده، ترشيها على الفراخ من فوق. انا زي ما قلت لكم كده الاكله كانت سريعه وما كنتش محضره لها حاجه خالص، بس عملناها باقل الامكانيات. غدا حلو في منتهى الجمال، يعني ما شاء الله نص كيلو فراخ يكفي عيله. حلوه كده وسهله وجميله وما بتاخدش وقت خالص. حبه بقى كاتشب على مايونيز كده، وحطيهم على الوش كده من فوق، في منتهى الجمال. احلى اكله واجمل اكله وما بتاخدش وقت خالص. اتمنى بقى الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتقولي رأيكم في الكومنتات. ولو أول مرة بتشوفوني، أنا اسمي نبيلة السعيد. لايك أو شير، وأشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم.